لجريان الأحداث تبدأ أنت عندك تقبل. عشان كده أنت ذكرت الخوف. من ضمن أسباب الخوف لازم الإنسان يا صديقي يتفهم إن هو مخلوق ببعض من أشياء الأخواف. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن إن الإنسان خلق هلوعا. إذن دي تركيبة الإنسان. يبقى الإنسان هو هلوع، جزوع، جبان، ضعيف، الكلام ده كله. فلازم الإنسان يبدأ يحصل عنده مرحلة من مراحل التقبل، إن هو نفس بشرية وعادي ضعيفة، أقلق. وعادي أقلق، عادي أخاف، عادي إن أنا ممكن يحصل لي مراحل ضعف. من هنا بيبدأ لما أبدأ أتفهم التقبل تبدأ رحلة الفهم، الصلابة النفسية والتعافي. ليه الناس اللي بتروح وتتعافى إيه الفرق ما بينه مش المتعافي؟ بيقولك الفرق ما بين المتعافي والمش متعافي هو تقبل فهم الطبيعة البشرية. يعني عادي واحد يبقى كبير جدا تقيل جدا في مجاله، مر بأحداث كتير، يبقى بوزيشن تقيل جدا وعنده انكزايتي او بيرن اوت مثلا، عادي جدا، وعنده اكتئاب. هو على فكرة اللي مخليه ينزل ويلبس بدلته وينزل تاني ان هو متقبل طبيعة الحياة، ان هو متقبل ان هو نفس بشرية، ان هو متقبل ان هو انسان ضعيف جدا 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 لاقرب يعني لابعد الحدود. فاهم؟ عشان كده تلاقي المفاهيم اللي دايما للأسف يا صديقي، وأنا طبعا كل الناس بحترمها، ولكن دايما العلوم الجديدة بتاعت علوم الدنيا والعلوم التنمية الذاتية والبشرية دايما بتقعد تنفخ جدا في قدرة الإنسان. حلو، أنا ما عنديش مشكلة إن الإنسان ربنا عكس الأيديولوجية أصلا. بالظبط، عكس أنا أحيانا الكتالوج بقعد تماما. أسمع الكلام بالظبط، انت اقوى. لا انا مش اقوى، وانا لو قوي كنت جيت لك ليه؟ ما هو انا عندي مشكله، وللاسف في ناس هتهاجمني في الكلام ده، بس انا مش بهاجم حد، انا احترم كل العلوم، ولكن نختلف في بعض الاراء، مفيش مشكله. ولكن انا عندي مشكله، انت ليه بتقعد في فرق ما بين الثقه بالنفس واستمداد الثقه بالنفس وفهم طبيعه الانسان، وفعلا ان الانسان هو ربنا، هو الانسان الممدود في هذا الكون كله بكمية العطاءات والنعم، ويكفي العقل ان ربنا جعل العقل والانسان فعلا قادر على اشياء عجيبة جدا جدا. والانسان ربنا خلقه بطبيعة ان هو يتكيف مع كل شيء حلو. ولكن لو عايز تبدأ تمد الانسان بثقته بنفسه، ابدأ ارمي ثقته الكبيرة قوي بنفسه على ربه، استمدادا من قوة ربنا، من القوة الالهية عليه. صح. ان انا في سوبر باور، في إله عظيم جدا جدا جدا. مش مصدق، بص الزرعة بالظبط، لو مش مصدق قول لي مين عاش 3000 سنة يعني. مش مصدق قول لي مين شق القمر وقال لك من 3000 سنة يعني. روح بص بقى على الدلائل المادية يعني. الله ينور عليك، ان كل حاجة في الكون مكتوب عليها كونسبت الفناء، مكتوب عليها عدم البقاء. يبقى إذن الباقي الوحيد في هذا الكون هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالعبد لما يبدأ يتفهم ان هو في الدنيا، عشان نرجع لمرجوعنا، احنا قاعدين نطلع وننزل بس حلو يعني. لا بنسترسل. العبد لما يبدأ يتفهم ان الدنيا دي مرحلة صغيرة بسيطة، واجب عليه ان هو يؤديها زي ما ربنا سبحانه وتعالى عايز، وان هو يبقى وجهته الوحيدة ربنا. الحاجة التانية لما يبدأ يتفهم طبيعة الإنسان وخلق الإنسان، وان الإنسان كائن ما يقدرش يعيش من غير ربه. لازم الناس تفهم ده. الفهم الجديد او الطرق الجديدة بتعلمك ان انت تبدأ ان انت تعيش من غير ربنا للأسف. فاهم الحتة دي جاية الزاوية جاية منين؟ ان انت تقدر تعيش بنفسك، انت القوي وانت الباور وانت اللي تقدر تعمل كل حاجة والكلام ده. يعني الكلام ده يودينا لنقطة ان علاج الاكتئاب مش حباية، ان مشكلة الانكزايتي او البيرن اوت مش انك تروح لسبورت سيستم ومنتور، ومش دي. بص يعني لا، انا ممكن يبقى مسكن يهديك يعني للناس الصعب التعامل معاها. انا يعني فاهم احنا بنتكلم، بس ناس كتير قوي بتستسهل الكلمه وبتستسهل الاجراء. اوكي انت فاهم قصدي؟ يعني كتير من ناس حوالينا ولامسينهم، ولو جيت كلمته في الحته يا ابني روح لربنا، ولا يعني جرب يقول لك يا عم انا مش مشكلتي هنا، انا بيني وبين ربنا عمار. انا عندي مشكله. ما هو ده كونكتد بالظبط. بص انا ليا وجهة نظر، وهي ان شاء الله تكون صحيحة وسليمة. زي ما قلنا توتالي 100% الانسان ما ينفعش يعيش من غير ربنا، من كل الاتجاهات، من كل الزوايا، من كل شيء في جسم الانسان هو مربوط بالله. ما يقدرش يعيش من غير ربنا سبحانه وتعالى. ولكن ربنا سبحانه وتعالى لازم نتفهم ان ربنا اجرى احوال على عبيده،
ان بيبقى فيه خلاص في حاجات في الجسم كهرمونز ككيمياء جسم لابد ان هي يكون ليها علاج. انا ضد يا صاحبي تماما اللي يقولك ان العلاج النفسي او التعب النفسي هو ايمان بالله فقط. فعلا هو لب الموضوع الايمان بالله سبحانه وتعالى، التقبل هو لب الموضوع الايمان بالله سبحانه وتعالى. ولكن لابد نتفهم ان في ناس عندها متغيرات كيميائيه في جسمها لابد ليها من معالجه ومن دواء بلس قربه ولا الجزء الروحاني والرباني مع الانسان.